السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا فيديو جديد، فيديو خاص بالمعسلات. احنا دائما في التحضيرات ديال رمضان. هذه شباكيه بالحليب وبالمقادير ديال الشباكيه العاديه اللي هي المخرقه، كتجي اكثر من رائعه وطريقه بسيطه بحال اللي مولفين دائما. شوفوا كيفاش جات، ما شاء الله، لا العسل ولا كل شيء مصايب غير في الدار. العسل هو هذاك اللي شاركت معكم. هنا غنقول بسم الله في طريقه التحضير والمقادير مره واحده. عندي كيلو ديال الدقيق الابيض اللي هو الفرص، ضروري تغربلوه مزيان مزيان، وعاد كنضيفوا عليه. عندي معلقه كبيره ديال النافع، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال القرفه، عندي شويه ديال الكوزه، عندي شويه ديال المسكه الحره. هادو كلهم كندوزهم في غربال، ضروري تغربلو مزيان. هنايا عندي رابعه زبده لذه كنحطها في كاسرونه باش ندوبها. هنايا عندي شويه د الخل من طبيعه الحال، 4 كاس الخل، وعندي الحليب اللي هو نصف لتر ديال الحليب. هادو هما المقادير اللي كاينين عندنا. وشي د الملحه فالخليط ديالنا. هادو ما كناش كنديروهم شحال هادي في هاد النوع ديال الشباكيه هادي اللي هي بالشنيخه. كنا كندير نعجنوها بالزبده والحليب وشويه د الملحه وصافي. دابا حاليا ولينا كنضيفوا عليه اضافات اخرين باش تجينا زوينه. هنا درت الزبده تذوب بحال هكا. هانتوما ضروري يذوب لينا كامل. غير حاجه وحده غنقولها لكم، الله يعطيكم الستر، هو انه ديك الزبده ملي تذوب ضيفوا عليها نص لتر د الحليب، عاد ضيفوها تعجنوا بها الخليط ديالكم. هنا حركت النواشف كلهم مع الدقيق. عاد نبدا. انا غنضيف هنايا غنضيف ربع كأس من الخل، تقريبا 3 المعالق كبار ديال الخل هما هادوك. وهنايا نجيب الزبده اللي ذوبت، غنحركها شويه لان راها سخونه، وغنضيفها على الخليط ديال الدقيق. هنا علاش قلت لكم انا ضيفوا الحليب فوق منها، لان الجو بارد. الا جاب الله ما درتي ما خلطيش مع الحليب غتعذبك، لان الزبده دغيا دغيا مع الجو راكم عارفاش كدير، دغيا دغيا كتبرد يعني وكتجمد. داكشي علاش قلت لكم ديروها مع الحليب، تذوب مع الحليب كتكون احسن. انا هنا عرفت كيفاش نخدمها، ولكن بالنسبه للمبتدئات ممكن تجيهم شويه صعيبه. داكشي علاش من الاحسن ديرها مع الحليب، وتذوب الزبده ديالها حتى تذوب الزبده كلها. عاد نضيف عليها الحليب، حيت الحليب خصو غير يدفى، ما خصناش نطيبوا الحليب. انا حركت الزبده ديالي مزيان مزيان مع الدقيق. انا عرفت كيفاش نخدمها والحمد لله، واخا هكاك ما عجبتنيش. انما بالنسبه للبنات اللي اول مره كيشوفوا لا فيديو، يقدروا يزعموا يديروا الزبده بهذه الطريقه وغادي تعذبهم شويه. ملي كتكون الحراره ماشي مشكل، لان كلشي كيذوب. انما في الجو بارد لا، في الجو بارد خصك تخلطيها مع الحليب كتجيك احسن. هنا عندي نص لتر الحليب، غندير شويه بشويه حتى نخلط هذا، نكمل العجين ديالي باش نعرف شحال دخلات. ودرت هنا بعض القطرات ديال روح الزهر. الا عندك الماء زهر ديري نصف كأس ديال العنبه. قلت لكم هاد الشباكيه فيها المقادير ديال الشباكيه الاخرى، يعني المخرقه. غنعجنها مزيان بهذا الشكل اللي كتشاهدوا. ضروري هي العجينه ديالها كتجي شويه قاصحه، يا ما كتجي شويه رطبه نهائيا. الشباكيات كلهم نفس الطريقه عندهم، يعني كيجيو كلهم قاصحين في العجينه. ولكن سبحان الله العظيم ملي من بعد ما كتقلى وكطيب كتجي هشيشه بدوك المكونات اللي كتضيفي ليها. وانتم ضفت شويه د الحليب. انا هنا كنضيف غير شويه بشويه باش نعرف شحال دخلت ليا د الحليب. الدقيق عندي انا ما كيشربش. هانتوما ها الخليط ديالي ديال العجين كيفاش ولا، راه قاصحه
ولكن انا دلكتها بزاف بزاف، شويه الحليب اللي بقى دلكتها بزاف بزاف. علاش؟ حيت انا على حساب دوك الزبده اللي كانت قلت لكم بقات ليا بديك الطريقه. انما نتوما تحاولوا ما امكن ما يوقعش لكم داك الغلط اللي وقع ليا حتى انا قطعتها لربعه الكويرات وغنوضعها في بلاستيكه، نغطيها بحال هكاك ونخليها ترتاح. داكشي باش نجمع داكشي فاش عجنت غنلقاها دغيا تلقات. كنرشو شويه ديال الدقيق، كنهزو الكويره الاولى كندلكوها بحال هكا اللي كتشوفي. هنا راه خدامه معك وكنصور في نفس الوقت. هاد العجينه هادي ضروري كديري لها الدقيق الابيض باش ملي كتبغي بحال هكا دلكيها. وبالنسبه للحليب راه ممكن تاخذ لك نص لتر الحليب، ممكن تضيفي مازال شويه ديال الحليب اخر. انا دلكنا العجينه وقطعتها لكا على شكل طولي، وهذه هي الماكينه اللي غادي نخدم معكم بها. هاد الجهه هذه كنخدموا بها العجين المورق بحال كعب الغزال، بحال شباكيه المخرقه، بحال هكا الحلويات دلوز. وهادو اللي هنا هذه الثانيه ما كندير بها والو، ولكن الثالثه هي باش كنخدم حاليا، هي باش غادي نخرج الشباكيه ديالتي. هنا الخيوط كيخرجوا على حسب طول ديال العجينه اللي قطعنا، وما تخلعكمش بصفه نهائيه، راه كل حاجه كتجي هي هذيك. واخا تيكونوا دوك الخيوط صغيورين كنجمعوهم نديروا بهم شباكيتنا. هنا كنقرص انا ديك العجينه كلها وكنخرجها كلها خيوط، عاد نجلس باش ندير العمليه ديال التشباك. كتجيني العمليه بديك الطريقه سهله وما كتعذبنيش بصفه نهائيه. بهذه الطريقه كتجي احسن، واخا تجلسي تخدميها بوحدك ما تعذبكش نهائيا. بحال هنايا نتوما شوفوا شحال من خيوطه كاين عندي هنايا. كل الحمد لله واخا بوحدي تغلبت عليها، وكنحط حدايا الدقيق، كنحط حدايا كلشي داكشي اللي غيخصني، وكنخدم على خاطري. هنا كنجمع دوك العدد ديال الخيوط اللي بغيت وكنقرصهم بهكا العدد الحجم اللي بغيتي في الطول ديالها ولا حتى في العرض ديالها، واش بغيتيها فيها الخيوط بزاف ولا بغيتيها بهذا الشكل هذا اللي هو قصير. انا بغيتها ما تكون موين، ما صغيره ما كبيره، صافي كنحطها بهذا الشكل. هانتوما ساهله ما فيهاش حتى شي مشكل. وانتوما شوفوا الخيوط، شوفوا الطبله كلها كانت خيوطه بالعجينه. واخا تيكون العجينه عندي تخربقات شي حاجه، ولكن كلشي قديته الحمد لله. والوقت دغيا خدات 8 كيلو ديال الدقيق تقريبا، خدات فيه عندي ساعه ونص، ولكن انا خدمتها بوحدي ما معايا حتى شي حد. داكشي علاش ملي يكون معاك شي حد راه دغيا كيتساعد معاك ودغيا كتكملي. هنا قلت لكم دائما انت تحكمي في الحجم ديال الطول وحتى ديال العرض، شحال من الخيط بغيتي فيها. المهم كتمشي معاها بشويه بشويه حتى تكمليها. ولي اول مره كتشوف القناه تنقول لها مرحبا بك عندي في قناتي اللي هي قناتك. ما تنساش ترفعي الجرس باش دائما يوصلك الجديد. وهذه هي التشبيكه، وهذه هي سهله ما فيهاش عذاب بصفه نهائيه. هاد الشباكيه الحمد لله. هانتوما كملت كل شيء، راه غير صغار، غير كيبانوا لكم هكا كبيرين ولكن هما غير صغيورين. هانتوما غنشاركها معكم اللي تقلات وشوفوا ديك الساعه. هنا هاد الشباكيه هادي كتبغي الاناء يكون شويه غارق وتكون الزيت بزاف، لان ملي ديري الشباكيه ديالك تقلى خصها هي تعوم في الزيت، كتكون تعوم في الزيت ولكن ما كتشربش الزيت بصفه نهائيه. واش كتشرب الزيت هاد الشباكيه هادي كتجي خفيفه من داك الشيء الرفيع. هنا كنعمر طنجره، انا قليتها انا بواحد الطنجره عندي قديمه دائما كنقلي فيها بحال هكا شي حاجه اللي غادي تقلى، لان من الاحسن تبقاو تعزلوا الحاجه اللي تقليو فيها والحاجه اللي كتسلقوا فيها على الماء اللي كتستعملوا، دائما كيجيكم احسن.
هنا كنقليها وناقص عليها النار. من طبيعه الحال كانت النار مجهده حتى سخنت مزيان مزيان الطنجره، ومن بعد الزيت ديالي، ومن بعد نقصت عليها النار. هنايا صافي ضفتها على داك العسل، وهذا هي العسل اللي شاركت معكم في فيديو قبل من هذا. تبارك الله جا رائع وجا زوين، حتى الذوق ديالو جا رائع بالحامض والليمون. انا صافي اللي قليتها كنحطها في العسل ديالنا من طبيعه الحال. وانا ملي كترميو ديك الشباكيه ديالكم كتحطوها في الزيت، راه سبحان الله العظيم بوحدها هي اللي كتحل، كتعطيكم داك الشكل هذاك ديال هكا مجعب، كيجي زوين. وشوفوا اللون، شفتوا اللون كي داير ما شاء الله، جا رائع. المهم الشباكيه سهله بالمقادير ساهلين وبساط، وكل وحده فيكم عندها دوك المقادير في الدار، لان حنا كلنا تقريبا دايرين الصفوف، يعني كيبقى لك حبه حلاوه، كتبقى لك النافع والكوزه والمسكه الحره، الخل، الحليب، نص لتر الحليب. هادو هما المقادير اللي فيها. واللي اول مره كتصادف القناه ديالي تنقول لها مرحبا بك، ديري اشتراك باش تتي تكوني من موالين الدار، وشكرا لك على الاشتراك ديالك. وعاونينا بشي كومونتيرات باش نشوفوا اش عجباتك في قناتي، ولا خصني ندخل فيها شي تحسينات اخرين. المهم كنمشي بهذه الطريقه هكا حتى تنكمل القياس كاع اللي كان عندي ديال العجين، يعني ديال شباكيتي، كنمشي معاه بالطريقه هكا حتى تنكملها كلها في القلي. وعاد ديك الساعه كنستفى في بواطه ومع الجنجلان، بالصحه والراحه للجميع.